مالهم الفلاحين؟ مش فاهم مشوا ازاي يعني، ماتوا ولا هاجروا استراليا ولا ايه؟ وزاره الزراعه عندهم يعني اعتقد في بدايه الوزير ربنا يقويه. فطبعا سؤال الخضروات والفاكهه والحاجات دي بكام؟ الاسعار نعم زادت. طب يعني المحصول بتاع الكلام ده ايه؟ طبعا بالنسبه للناس فعلا الناس تعبانه منها، تعبانه من الناس اللي زيها. مش انا خالص. ففي زياده في اسعار البطاطس، واحد بيقول لي 25 جنيه. سبب الزياده ايه؟ اتعمل مصنع جنب منهم، المصنع ده بياخد البطاطس دي بيطلع منها منتجات مختلفة، بينتج بطاطس نص مقلية وحاجة في. وشفت البطاطس وهي بتتقلي، شفت البيض وهو بيتسلق. سبب الزياده ايه؟ الناس حطت البطاطس في الثلاجات عشان تبقى تقاوي، ولا التصدير؟ حتى مش بتعملوا النشا كمان؟ ايوه يا فندم، في استخلاص نشا من ولا انا اهم حاجه عندي ضبط السعر المحلي. هم اللي هيقولوا كبير، بس انا ما صدقتش. انا قلت الكبير اكيد هو اللي زعطهم. ضبط السعر المحلي وصدر زي ما انت عايز براحتك على راسي من فوق. عايزين تبنوا بلادكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس؟ بطاطس من الحمير دي، بطاطس الحمير، ولا هندور على البطاطس يا دكتور محمد؟ طيب انا بتكلم اهو، الراجل المخرج بيقول لي والله ب 25 امبارح كيلو البطاطس. انا وكيله ببقي امبارح بطاطس محمره محمره. يقول لك ده صينيه. يا جماعه طب البطاطس الواحد بيجيب له كيلو بطاطس بيعمل منه 100 يعني هو ده يعني اكله الاولي، بس مش عايز اتكلم. ده معناه ايه بس عشان الكلام ده؟ ان معناه ان اي تخطيط الدولة بتعمله بيتعمل بناس متخصصة. في ناس بتعمل كده، تقول له اعمل المشروع يقول لك طب انا بس هعمل دراسة جدوى. بطل تفت انت بس من دماغ امك، يلا 5 بالحب كده. الحكومه الجديده يجب انه يعني انا وزير الزراعه بنرحب بحضرتك وبنقول لك الف مبروك على التكليف. النهارده عندي مشكله البطاطس وعندي مشكله الاسمده. الله يبارك فيك، اهلا بيك يا فندم. الف مرحب. احنا ما عندناش دلوقتي مجنونه يا طماطم خلاص. ليه؟ لان الصوب ديت اول يير لونج، يعني بتشتغل السنه كلها، فالطماطم تبقى موجوده وشغل الجيش موجود والحاجه مغلفه بشكل جيد وسعر جيد. ده دور الجيش. احنا بنقول احنا حكومه جديده. صح، دور على الحاجه ما تلقاش، مضطر تاخد باي سعر. دي ناس ايه يا دكتور مصطفى؟ متخصصة. ده انت عامل لي قوي ومتشملل لي قوي ودافن لي ال5 جنيه فين؟ تحت البلاط. عندنا مشكله في يبدو، وانا بقول لمعالي الوزير الزراعه، يبدو ان هناك لوبي او هناك ده دور الجيش. والدنيا بتضرب هنا وتقلب هنا وازمات كتيره، وربنا يكرمك كمان انه بيحاولوا يعملوا شح في الاسمده. هيقولوا ان الفلاحين حلقوا للكبير وسابوا له الشغل. في ارتباك في سوق الاسمده المصريه بعد تراجع الانتاج وقفزات في الاسعار، في ظل اتهامات للمصانع مش انا خالص. بتعطيش السوق وكارتلات في تلاعب في سوق الاسمده، تلاعب متعمد. يعني ما اعرفش الطن كان وصل 20,000 في حته والتعاونات بتبيعه ب4 ولا 3 حاجه كده يعني. ففي قصه، في فجوه كبيره جدا، والحكايه بصراحه محتاجه تدخل رئاسي. كخ يا بابا كخ. تدخل رئاسي هو اللي يحل الموضوع. ما كخ يا ابني انت، ايه ما عندكش مدرسه تروحها ولا ايه؟ المجمع ده ب9 مصانع اللي احنا شفناهم دول هو محاولة في هذا الإطار. طب كوكو واوا بقى. طب كوكو ايه؟ واو. ايوه. مش عايزين يرجع تاني 3-4 من المحتكرين والناس اللي هم الاباطره. ده دور الجيش. يا فندم دول 6 ولادي وانا اللي معلمهم. يبدا يتحكم في سوق البطاطس، واحد يتحكم لي في سوق الاسمده، واحد نرجع تاني ريما لعادتها القديمه. ده احنا عايشين في المهلبيه ميغا. ما يمكن يكون العمده يعني راجل كريم. بقول لك ملوش لازمه. هتيا عندنا في مصر تقريبا 10 مصانع للاسمده، 23 مليون طن تقريبا. قد ايه بنستخدم؟ 12 مليون طن. والتصدير ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا. 10 مليون طن فقر. طب هو بيروح فين؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. احنا عملناه ده هو عبارة عن محاولة بان احنا نحول ما لدينا سواء كان غاز طبيعي طبعا في ازمه كبيره في الغاز او مواد خام الى قيمة مضافة نستفيد منها في السوق المصري، وكمان نقدر نصدر منها للخارج. وده كان السبب، هم ما استلموش الغاز فبالتالي ما سلموناش السماد المدعم بتاعنا. فهمت كنا بنتكلم في ايه؟ فاش. فانا بقول لمعالي وزير الزراعه وهو اقدر مني من خلال اللجان الموجوده، بقول يبدو ان فيه جماعات مصالح. ده دور الجيش. انا قاعد عمود على فكره الضحك. بتتاجر بالازمه على حساب الدوله وحساب الفلاح وحساب المزارع، فلننتبه. اتفضل يصدر عن المزارع، الدوله تدعمه بغاز، وبدل ما يديني 55 ممكن يديني 20 او 25 والباقي للتصدير. ده مجنون، ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يخش هنا يطوق ضرب يعمل. احنا مجنون، بقول لك مجنون. لازم تدخل، وانا بقول لانه الامر بقى في منتهى الصعوبه. حد يقول لي اعمل ايه واجيب منين؟ لما حضرتك تتعامل مع الفلاح
تحت ظروف معينة يعني قد يتصرف في الفلوس لأشياء أخرى قد يكون مضطر لها وينسى الأرض شوية. بس هو اللي هيدفع الثمن في الحالة دي؟ في كل الحالات هو اللي بيدفع الثمن، وهو متعود إنه بيدفع الثمن. لازم الحق المزارعين، المزارع هيلاقيها منين ولا منين؟ هو دخله كام اصلا؟ نزود التصدير بتاعنا وبالتالي نقدر نوفر عمله حره لل مش هو دي المنطق المنطق ده. انتوا زارعين ايه هنا؟ بص يا باشا الجزء ده كله بانجو، وان شاء الله هنعمل غرزه يعني صغيره هنا كده محدقه. زارعين بطاطس يا باشا. سيادتك لينا في مصر بطاطس النص المقليه. طبخين بطاطس في افتتاح المصنع اللي بنفتتحه النهارده ما حدش كان يفتكر ابدا ان احنا جنب الارض اللي بتطلع المنتجات ديت المنتج البطاطس. ايوه البلد شغاله والجيش شغال عشان يستصلح اراضي. بيتعمل جنب منها مصنع عشان النقل وعشان ده بينتج بطاطس نص مقليه. وقت ما بتطلب معايا بحمر. الناس قاعده بتشكي ضباط وجنود وسط التعابين والعقارب عشان يستصلحوا وعشان يزرعوا. ده دور الجيش. بس يا عم بدل ما ننقل بطاطس لمسافه 700 800 كيلو، مش كده؟ تمام يا فندم. هو ده الجيش المصري يا جماعه. تمام يا فندم. لا، اتعمل مصنع جنب منهم، المصنع ده بياخد البطاطس دي بيطلع منها منتجات مختلفه، وما زاد في مصانعه يديها للشعب المصري اللي هو منه. كلنا مصريين من قلوبنا بجد. حتى مش بتعملوا نشا كمان؟ ايوه يا فندم، في استخلاص نشا من يعني عايزين تبنوا بلادكم وتبقوا دوله ذات قيمه ولا هندور على البطاطس؟ ترى مسلوقه ولا محمره؟ اسمح لي بس اتاكد منك على حاجتين. ولا هندور على البطاطس يا دكتور محمد؟ طيب إذن الجيش يصنع كل شيء، كل شيء، أنا أعني ذلك. هو القوات المسلحه دي منين يا استاذ؟ نعم، ما هي من الشعب المصري. نعم، الشعب مش جاي من الشعب المصري ورايحة للشعب المصري. الجيش بيقوم بدور تنموي موازي للدوله بالظبط. يا نهار ابيض. أعطني أكلة في ذهنك. بسكوت يصنع البسكوت. بطاقتك أنا أحلي بق. ايه ده؟ ده تروح تديه للشرطه المدرسيه. مش مدني زي حضرتك؟ نعم. انا كقوات مسلحه طبعا. مش انا اسرتي مدنيه وانا واحد منهم، ما احنا كلنا من الشعب المصري. القوات المسلحه من الشعب المصري. مصر تحيا مصر بجد من قلوبنا. تمام يا فندم، صح. اسمح لي يا فندم. اتفضل. ده انا شغلت الجيش عندكم وشغله تحت رجليكم لاجل ما تقعش مصر. ده اللي انا عايز اسمعه منك دلوقتي يا توفيق. خلصانه يا جدعان والله العظيم. سيادتك قريب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واثق في سيادتك. في حاجه كامل عايز اسالك عليها. يعني مثلا لما تشوف حاجه تبع الحكومه او الجيش او كده ما بتدفعش جمارك، ما بتدفعش ضرايب. مش كده يا وليد؟ زينا زي القطاع الخاص يا فندم. انا حبيت بس اقول دي. ما بيقعدش تراخيص، بيشتغلوا خلاص. احنا طبعا ما نقدرش نعمل كده، فالمنافسه بتبقى مش متكافئه يعني. بيزعل لما بيشوف الكلام ده طبعا بالتاكيد. لا صحيح، خليك واقف. بس هو طبعا بيزعل ليه يا كامل؟ بيتاثر، هو بشر زينا زي كل الناس. نعم. طبعا بيتاثر، بياخد على خاطره طبعا شويه. انت بتعيط؟ ده انت طلعت طفل عندك احاسيس ومشاعر اهو. ده معناه ايه بس عشان الكلام ده؟ ان معناه ان اي تخطيط الدوله بتعمله بيتعمل بناس متخصصه. في ناس بتعمل كده، تقول له اعمل المشروع يقول لك طب انا بس هعمل دراسه جدوى. كل شويه دراسه جدري. احنا هنشتغل ولا هنطاع؟ دي ناس ايه يا دكتور مصطفى؟ متخصصه. لا انا احب اعرف الراي من صاحب الراي، اذروايز الكلام يتغير. كان دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها في حل المسائل في مصر، ومش معنى ان هو ما وفقش معناه ان التخطيط كان ايه؟ لا، كان في حاجات اخرى، في عوامل اخرى. انا بكلمك خلي بالك، انا بقالي 7 سنين في الشغلانه دي. يعني مش هنقدر نعمل كل حاجه. الدولة بتشتغل، الجيش بيساعد. قال لك الدولة سيطرت على الاقتصاد والقطاع العام سيطر والجيش اكوش. طيب نفك يا جماعة يلا. مسموع يا سيدي، والله عرفت ان انت مزنوق. 250 دولار يمشوا الموضوع. مسموع. بدأ الجيش المصري نشاطه الاقتصادي أوائل الثمانينيات كمنافس للقطاع الخاص. في السنوات الأخيرة توسع دور المؤسسة العسكرية في قطاعات الحياة الاقتصادية كافة في مصر. احنا عندنا معوقات للاستثمار في مصر كتيرة. كان سعر الفايدة وكان عدم توفر أراضي والطاقة غالية صدقا هاني عشان هو اللي متعلم فينا كويس. اتفضل يا هاني. الجينيوس هيجيب لك الزيتونة. إنما كان أحد معوقات اللي بنسمع عنها مؤخرا هي مزاحمة الدولة والجيش للقطاع الخاص. بسكوت يصنع البسكوت. منتجات متنوعة عبارة عن ويفر أو بسكويت بالبلح أو بسكويت سادة. هات لي عيشك تحافظ عليه حتى لو كان بلح. حاضر. لأن أنت
نواه فندم مقدم مقاتل محمد ابراهيم زويل قائد خط السمك فندم. رائد مقاتل احمد سامي المجدي قائد خط الجمبري فندم. خاتم طبيب بيطري زكريا احمد عبد اللطيف البشبيشي قائد مصنع انتاج علافي الاسماك والجمبري. طب نقل لكم شويه صبيط نحيقوا لكم جندوفلي. لا ده كده عسل قوي، شغل فنادق يعني. اللي بكسر نفسه وبهينه عباس عمره ابدا ما هيبقى مقاتل. رائد مقاتل احمد مدحت عبد الغفار قائد مصنع الفوم. هيثم يابا عبد الشافي قائد محطه التحليه في القطاع الشمالي الشرقي. مقدم مقاتل اسامه محمد عبد الفهيم قائد مصنع التلج في القطاع الشمالي الشرقي بحوره بردويل. لازم اخليه يحس بالفخر انه جندي في الجيش المصري. بدأنا بمصنع الحلاوة، ورينا لحضراتكم كمان منتجات الألبان، وصلنا هنا لمصنع البسكوت. ثم تعبئة الباكو ثم تعبئة الكرتون. قبل ما تتريق كده يا ظريف، دقتي بسكوتهم الويفر اللي بالكريمه؟ احنا عندنا القدره في القوات المسلحه اننا نخدم ظباطنا وصف ظباطنا وعساكرنا بجد ونخلي صورتهم قدام الناس 10 على 10. عندي فندم عبوه 500 جرام فندم سمك بولتي، عبوه 1 كيلو فندم بولتي، عبوه 500 جرام فندم فريه، عبوه 1 كيلو فريه فندم. في موز؟ في يا فندم. كويس هات لنا بقى 5 موز بتلو 5 موز بتلو. بسم الله، شيء فعلا جميل يرفع الراس. خلاص احنا بقى نخلي الحلوانية وبتوع المخابز يروحوا هم يقفوا على الحدود ويحموا النيل بدل ما هم قاعدين كده يعني. ليه؟ لأن القوات المسلحة ده مش دورها ومش دي مهمتها. مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود. ده دور الجيش. خلصانه يا جدعان والله العظيم. 5 بالحب. انت فاهمنا غلط، احنا اخينا نعمل لك شغلات نتشعلق في بقولات.